هو انا ازاي عملت كده؟ هو انا دايما هتغابى كده وافضل اتصرف غلط كده؟ ما تركزي يا بنتي شويه. يوه برضو ما خلصتش كل اللي انا عايزه اخلصه. هو انا دايما كده ما بنجزش وما بخلصش حاجه؟ يا رورو انا عندي ليكي اوفر شغل يجنن، هيعجبك جدا. تعالي لما اقول لك على التفاصيل بسرعه. لا يا بنتي ايه الشغل ده؟ انا ما اعرفش ابدا اعمل الحاجات اللي انت بتقولي عليها، ومستحيل انجح في بوزيشن زي ده. ايوه يا ماما النتيجه طلعت. زعلانه طبعا زعلانه، انا ما جبتش امتياز مع مرتبه الشرف. ايوه انا عارفه ان انا جبت امتياز، ليه انقص درجتين في الماده دي ليه؟ يا بنتي دي احلى منك بكتير، انت ازاي بتقارني نفسك بيها؟ انت مش شايفه بشرتها ومش شايفه ضحكتها؟ احلام النهارده قالت عليا ان انا نكديه، انا محدش بيحبني. مساء الخير، انا حبيت اوريكم شويه تصرفات بنتصرفها مع نفسنا بيقلل جدا من ثقتنا في نفسنا، الكلام السلبي اللي احنا بنقوله لنفسنا طول الوقت، محاولتنا دايما اننا طول الوقت نبقى بيرفكت، شايفين دايما نفسنا في صوره الانجاز او الحاجه اللي احنا بنعملها ما خلصناش يبقى احنا كده وحشين، يبقى احنا كده فاشلين، دايما بنقارن نفسنا باي حد حوالينا، لو في شخص ما بيحبناش يبقى احنا كده وحشين واحنا كمان مش هنحب نفسنا. طبعا كلنا عارفين احنا بنبذل مجهود قد ايه في علاقتنا مع شريك حياتنا، في علاقتنا مع اصحابنا، وفي علاقتنا مع اهلنا. مهم جدا كمان ان احنا نستثمر مجهود في علاقتنا مع نفسنا، لازم كمان تبذل لنفسك المجهود ده، لازم كمان تستثمر في علاقتك مع نفسك بمجهود للحاجات اللي بتحبها من اقل تفصيله لاكبر تفصيله. لو في اكله معينه بتحبها اعملها لنفسك واستمتع بالكواليتي تايم اللي هتقضيه وانت بتعمل الاكله دي لنفسك، ما تستناش حد يجيبها لك، انت بتجيب لنفسك علشان بتبذل مجهود في علاقتك مع نفسك. احتفل مع نفسك بانجازاتك الصغيره قبل انجازاتك الكبيره، اهتموا ببشرتكم، اهتموا بشعركم، اهتموا بجسمكم، اهتموا بكل تفصيله فيكم الصغيره قبل الكبيره. عارفين في لغات حب 5 تعملوها مع نفسكم، لازم نقول لنفسنا كلام حلو ونشجعها وندعمها، لازم نكون واقفين جنبها في اوقاتها الصعبه ونهون عليها، ولو محتاجه مساعده نساعدها، لازم نشتري لنفسنا هدايا، لازم نقضي مع نفسنا كواليتي تايم ووقت حلو، نطبخ لنا اكله، نعمل لنا حاجه حلوه، او نروح نعزمها على كوفي ونقعد نشربها. اتعودوا ان انتوا تطبطبوا على نفسكم، تلمسوها، مسكه الايد دي او ان انتوا تعملوا ايديكم كده، ده احساس قوي جدا بان انتوا بتدعموا نفسكم وبتقووها في عز لحظاتها الصعبه. علشان كده حبنا لنفسنا هو اولويه دايما في حياتنا، دي مش انانيه اطلاقا، كل حاجه في الوسط بتكون كويسه، افتكروا دايما نفسكم وما تنسوهاش، ودي مش حاجه بتيجي من يوم وليله، دي حاجه بنتعلمها كل يوم، بنطور فيها حاجه كل يوم، بنطور في علاقتنا مع نفسنا حاجه، وزيها زي اي علاقه، ونحس بملل ونحس ان احنا مش طايقين نفسنا حرفيا مفيش مشكله، المهم ان احنا دايما نحاول، المهم ان احنا نحب نفسنا.